طارق بترجاك اتركه. طارق خلاص اتركه. طارق مشان الله اتركه خلاص. طارق اسمعني. طارق اسمعني خلاص. من اليوم ورايح ما راح تلمسوا حدا ولا حدا. طارق مشان الله لا تعمل هيك. طارق لا تعمل هيك. طارق خلاص. طارق معلم اتركني. طارق شو صار لك قلي؟ طلع فيني. طارق بدنا اسعاف. احكوا مع الاسعاف مشان الله. طارق بترجاك خليك معي. طارق لازم تكملوا. طارق لازم تدمروه. طارق لازم ينحكموا. اوعى طارق مستحيل اتركك. مستحيل ما فيني. مستحيل. كل هذا التعب ما لازم يروح على الفاضي ديانا. لا كرمال ابراهيم، كرمال الجنين، كرمال كل شيء. لا توقفي ابدا. هلا طارق بترجاك. هلا وقت الواجب. الاسعاف يا شباب. روحي وخلصي الموضوع بقى. روحي لا تتركيهم ينفدوا. لا تتركني طارق. والله حالي بترجاك لا تتركني. لا تموت. كرمال اولادنا لا تتركهم بدون اب. بترجاك طارق خليك معي. الايام الحلوه قريبه كثير يا ديانا. طارق لا تتركني من شان الله. لا لك وينكن؟ وين لك صار الاسعاف؟ ساعة من نادي بدنا دكتور. بسرعه. طارق لا تتركني. عدنان لك بسرعة. عدنان نحكي لهم كل شيء. حدا يرد علينا احكي الله كل شيء. يوفقكم. معلم الدولة كانت مستغلة هون ولسنين طويلة باسم مكافحة الإرهاب. عذبنا الشعب الكردي والناس الأبرياء قتلناهم وخوفناهم من العسكر التركي. المجلس الأعلى كأقوى سلطة كان القوة الهادمة والضاربة هون على رأس الشعب بالمنطقة، وبالأخص الكراد المسلمين يلي مانن مناصرين للتنظيم تم اختيارهم كأهداف. وللتنظيم نحن كنا نأمن طلعة الشعب على الجبال بالتعذيب. نحن والتنظيم كنا عم نشتغل سوا، وبعض الخطط يلي ما قدر التنظيم ينفذها لحاله نحن باسم التنظيم نفذناها. وحركة المخدرات بالبلد سوا كنا عم نمشيها، وبهالمصاري تمت صفقات سلاح غير شرعية وتم نقلها لمخيمات التنظيم. تدين الشعب بالمنطقة كان من أكبر الحواجز بطريقنا. لما ما قدرنا نقطع الشعب تماماً عن الدين تم تطبيق خطط تانية باستخدام الدين. يعني فتنا معهم كمتدينين، ودين التنظيم بالأصل ما إله أي دين. السيد غريب ورجل الشرق كانوا رجال هي الحركة، وهدف أوندير والسيد غريب بالأصل باستخدامهم للقنصل كان إشعال نار الحرب بين الأكراد والأتراك. اللي عم يقولوا كذب. سكتوا لي هذا المفتري سيدي. عدد الناس اللي رميناهم بحفرة الأسيد تعدى ل1000 شخص، وأغلب هدول الضحايا كانوا الهربانين من التنظيم، وكمان اللي كانوا مع الدولة والمؤمنين بالسلام واللي كانوا ضد استخدام السلاح. كنا عم نشتغل لمصلحة التنظيم، ومشان هيك كنا نهجم على القرى والمناطق لحتى نحرضهم أكثر على الدولة. ومثل مو شايف حضرتك نحن كنا الإيد المسلحة الخفية وكنا عم نحميهم، وفتحنا الطريق للخطط بالمدن الكبيرة بهويات مزورة. وبطلب من غريب بيك وبالتعاون مع التنظيم قمنا باستهداف مخفر أكتا وفجرناه، وبزيادة عدد الشهداء حاولنا نقضي على الحكم بالدولة. هذا الرجال أكيد عنده انفصام بالشخصية، وكل شيء قالكن ياه بيكون كذب وعبارة عن افتراء. سكوت سيادة القنصل. بخصوص القنصل ما عندنا دليل غير هي العلبة السوداء؟ لا يا سيادة القاضي.
هذا المستند هو مستند تم توقيعه بشكل سري بروزان. الرجال اللي مثل غريب بيك واللي سبقوه بمنصبه هي ورقة تلاعبهم لبيع وشراء كل هي الأراضي اللي بالبلد.